لو انت خلاص متحدد لك ميعاد قسطره، ركز معايا في الكلمتين دول كويس أوي. بسم الله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله. زي حضراتكم، انا الدكتور احمد الشربيني، اخصائي امراض القلب. بص يا سيدي، خلاص توكلنا على الله واتفقنا وحددنا ميعاد القسطره. اعمل ايه؟ صوم عن الاكل قبل الميعاد اللي اتفقنا عليه ب4 ساعات، والصيام عن الاكل بس، عن شرب الميه والسوائل. اشرب ميه وسوائل قبل واثناء وبعد الفحص كويس قوي. رقم 2، حلاقه شعر العين على الناحيتين. طب انت يا دكتور قلت لي انك هتعملها لي من الايد، احنا هنرجع في كلامنا ولا ايه؟ لا خلاص، مش هنرجع في كلامنا ولا حاجه، بس زي ما اتفقنا احنا لازم نعمل حساب كل الظروف. فرضا لا قدر الله حصل اي مشكله ومنعت ان انا اعملها لك من الايدتين، يبقى احنا ساعتها لازم نبقى جاهزين بمدخل من المدخلين اللي تحت في الفخذين. بس هو ده الموضوع. تالت حاجه، اوعى تنسى التحاليل اللي انا قلت لك عليها في الفيديو اللي فات، هاتها كلها معاك. ما تنساش تجيب معاك رسم القلب واشعه الايكو، اي فحوصات قديمه موجوده او اي فحوصات اتطلبت منك هاتها معاك كلها وانت جاي. يا دكتور ما انت شفت كل حاجه، ولحد اخر لحظه ولحد واحنا داخلين على الترابيزه هبص تاني على كل حاجه وهراجع كل حاجه. بالنسبه للعلاج، امشي على علاجك زي ما انت ماشي، طالما انا ما قلتلكش تغير حاجه، طالما ما قلتلكش تزود حاجه او توقف حاجه، ما تشغلش دماغك بالعلاج خالص. طب يا دكتور، ما انت طلبت قسطره من فلان وكنت كتبت له مش عارف 4 حبوب ايه ليلتها، وعلان كتبت له قرصين يومها الصبح، وفلان قلت له وقف كذا وخد حقنه كذا. كل حاله في القسطره في العلاج مستقله بذاتها. كل عيان ليه خطه علاجه اللي هو ماشي عليها، وخطه علاجه اللي بعد القسطره مستقله بذاتها. ما تشغلش دماغك خالص، حتى لو انا ما قلتلكش تاخد علاج فانا عارف كويس قوي ومطمن، انا ما نسيتش ولا حاجه. كل علاجاتك مترتبه ومتنظمه سواء قبل او اثناء الفحص، فما تقلقش من النقطه دي. الحاجه الوحيده اللي ممكن تعوق التداخل وتخلينا ناجل ان حضرتك تكون بتاخد مضادات تجلط، سواء كان من عيله الماريفان او من الادويه الحديثه زي الريفاروكسابان او الابيكسابان او مثيلاتها من العائلات الجديده. هنا لازم نتعامل، هنا لازم نوقف حاجات معينه بمواعيد معينه، وفي حاجات فعلا منها بتستدعي ان احنا ندخل بحقن مسيلات دم تحت الجلد. ده اللي ممكن نتكلم عنه. ممكن لو الاي ام ار مرتفع يعوق التدخل سواء من الايد او من الرجل. يمكن الايد بندخل لحد ارقام على الشغل ما تبقاش ملاها، بس هي دي فعلا الحاجات اللي ممكن تخلينا نغير. لكن غير كده باكد تاني، كل حاله مستقله بذاتها، مالكش دعوه بقريبك بجارك بصاحبك، كل واحد له خطه علاجه وليه ترتيباته. ربنا يكتب لك السلامه والصحه والعافيه ان شاء الله. ادعوا لوالدي بالرحمه والمغفره، وادعوا لاهلنا في فلسطين والسودان وسوريا ولبنان بالصبر والثبات. دمتم بصحه وعافيه.